عمرك سألت نفسك ليه واحد يدخل البورصة يطلع منها بفلوس وواحد تاني يدخلها ويطلع منها مكسور؟ هل البورصة قمار ولا في ناس فاهمة وناس داخلة غلط؟ في الكورس ده مش هقولك تخش فين ولا سهم هيطلع، أنا جاي أفهمك السوق بيفكر ازاي علشان تعرف تتحرك صح. البورصة يا سيدي ببساطة مكان بيتباع وبيشتري فيه شركات، مش أرقام على شاشة وخلاص. لما تشتري سهم انت كده شريك حتى ولو بنسبة صغيرة جدا. المشكلة بقى مش في البورصة، المشكلة في الناس اللي داخلاها فاكراها مكنة ATM، مكنة فلوس. بس هي مش كده خالص. القمار تلعب وتحط فلوسك على رقم، يا تصيب يا تخيب من غير فهم. البورصة فيها قواعد، فهم، تحليل، إدارة مخاطر. بس لو دخلتها من غير دول تبقى بتقامر حرفيا حتى لو اسمها بورصة. الناس اللي بتكسب مش أذكى منا ولا معاهم سر خطير، هما بس فاهمين السوق، صبورين، بيخسروا قليل، مش بيطاردوا السعر. السوق مش محتاج شطارة، السوق محتاج انضباط. السؤال بقى، أنا كمبتدئ أدخل إزاي من غير ما أتحرق؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية بإذن الله لما نتكلم عن الأسواق المالية، عن الأسواق وإمتى تختار كل واحد. لو ناوي تكمل صح كمل السلسلة دي للآخر.